الفيديو اللي فات عملنا مع بعض مضادات الاكتئاب. الفيديو ده بإذن الرحمن هنعمل مع بعض عوامل الدفى. طبعا الكرنب من أكتر الحاجات اللي بتدفي في الشتاء. شتاء يعني كرنب، شتاء يعني محشي. ده عمرنا واحنا بنقطع الكرنب بطريقة تقليدية، نظام ورقة ورقة وسلق، وبعد كده حط على صينية وابتدي قطعها على هيئة مكعبات زي ما بنشتغل بيها أو الشكل اللي انت بتعمليه. دلوقتي لا خالص، احنا بنجيب الكرومبة. طبعا الكرومبة دي اصلا راح جابها لي ابني من عند الراجل، تقريبا هي ليها اسبوع عند الراجل، مش فريش اساسا يعني. كان نفسي في كرومبة خضرة حلوة كده زاهية، بس للأسف ملقتش. والنهاردة كانت جمعة ومعظم الأماكن قافلة يعني. خدناها مشينا بيها الحال. قبل ما نبتدي في الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول على أفضل الصلاة والسلام ونبتدي. بنجيب الكرومبة، بنقطعها من 4 جهات، ننزل بالسكينة للنهاية من حوالين الراس بتاعت الكرومبة، بنلف حوالينها 4 جهات للنهاية. هتبص تلاقي راس الكرومبة طلعت معانا بمنتهى السهولة. بعد كده لو عندي حلة كبيرة ممكن انزلها مرة واحدة، بس انا بصراحة ما بعملش كده. بقلب الكرومبة وببتدي اطلع الورق واحدة واحدة، هيطلع معاكي بمنتهى السهولة والسلاسة. بعد كده بنمسك ورقة ورقة، بنشيل الجزء اللي في النص ده اللي بيبقى في الورق، العصب بتاع الكرومب. على فكرة بتتعمل احلى مخلل مع اللفت يعني، ما تهدرهاش وترميها. انا باخد جزء منها مش كلها بصراحة، بحب اعملها مع مخلل اللفت، وهبقى انزلها لكم على مرة على فيديو. بعد ما بنشيل اللي في النص بنطبق الورقة زي ورقة الكراسة، ونبتدي نقطعها مستطيلات. تاني هنشيل العصب اللي في النص، ونبتدي نلف الورقة على هيئة رول، وبنقسمها على طول الورقة جزء أو 2. كده خلصنا الكمية كلها. طبعا حاطين مية للسلق. أول ما بتغلي المية بنحط فيها ملح، ما بنحطش غير ملح وممكن سنة كمون عشان خاطر مية الكرنب ما تعملش ريحة، بس أنا حاليا ما كانش عندي كمون بصراحة. قطعت 4 بصلات وقطعتهم تقطيع بدون كبة، وضفت 5 وحدات من الطماطم قطعتهم برضو تقطيع. بحب المحشي يكون فيه الصلصة بتاعته ظاهرة. وهنا عندي فرخة بعد ما غسلتها كويس ونجحتها بملح وخل. والمكون السحري بتاعنا معلقة طحينة، نغسلها كويس. تتبيلة المشوي انا نزلتها قبل كده في فيديو، اقولها لكم في السريع. بصلة، طماطماية، جزراية، بذرة ثوم، وتوابل بابريكا، بصل بودرة وثوم بودرة وروزماري ورشة جوز الطيب وواحدة مرقة. كل ده مع بعض بنبشرهم بشر او بنطحنهم في الكبة، وبعد كده بنتبل بيها الفرخة على الاقل ساعتين. انا تبلت الفرخة وركنتها على جنب لغاية ما حشيت. هنا عندي بقى السر بتاع الفيديو كامل. دي علبة مربى كانت عندي فاضية، بنحط فيها جزء من المية بنحطها كقاعدة للفرخة. على فكرة الخطوة دي أنا كنت خايفة منها جدا، فكرت كذا مرة قبل ما أعملها، لأني كان دايما عندي اعتقاد إن البرطمان مش هتحمل السخونية، فقررت إن أنا أنفذها. فحطيت البرطمان في النص، وعندي ده طاجن هعمل فيه محشي الكرنب. من تحت مش هحط حاجة ولا شيء، لأني عندي قاعدة الطاجن ناعمة أصلا، فمش هتخلي الكرنب يلزق فيها. هنبتدي نلف حوالين البرطمان صوابع الكرنب دور داير، دور 2 3. أنا عندي هنا عمل 4 أدوار فوق بعض. هتوصلي قبل الطاجن بحوالي عقلتين بتوقفي، يعني عقلتين قد صباعك بتوقفي كده. أنا خلصت لف. هجيب الفرخة هثبتها كويس على البرطمان من فوق، وعندي البواقي بتاعت التتبيلة بتاعت الفرخة بحطها
فوق الكرومب. وبعد كده عندي شوية شوربة لحمة هزود بيها الكرومب. طبعا انت الشوربة المتاحة عندك، لو مفيش خالص بنغلي مية نحط فيها واحدة مرقة وفص من الثوم، خليهم يغلوا شوية مع بعض، ومعلقة صلصة بنزود بيها الكرومب. كده كده الصوصات بتاعت الفرخة هتنزل كلها على الكرومب، هتدينا طعم مميز محشي الكرومب بصراحة. بعد كده هنغطي الطاجن بورق من الكرومب. بعد كده هنقفل بالسلوفان الفرخة والطاجن مع بعض، يعني بلف السلوفان من فوق لتحت بحيث ان انا اغطي الفرخة مع الكرومب، وبقفلهم كويس خالص عشان خاطر البخار اللي نازل من الفرخة وطالع من الشوربة المزود بيها الكرومب يخليهم يستووا مع بعضهم كويس خالص. الحركة دي بتاخد من ساعة ونص لساعتين. انا الفرخة اللي مستخدماها في الفيديو وزن 2 كيلو. بعد كده بعد ما بيعدي ساعة ونص ببتدي اكشف الفرخة، بس بسيب السلوفان فوق الكرومب زي ما هو، لكن الفرخة بس بكشفها وبديها حتة زيت بكاتشب عشان تاخد اللون النهائي، وبرجعها الفرن. طبعا الساعة ونص انا فاتحة الفرن من تحت بس يا جماعة، مش فاتحة من فوق، فاتحة الفرن من تحت. ان كان مايكرويف تفتح من تحت بس، ما بتفتحيش من فوق لغاية ما يعدي الساعة ونص. تروحي كشفاها في اللحظة دي، بتروحي مشغلة الشواية. لا، ما عنديش غير ان انا اشغل واحدة بس، يبقى بطفي من تحت وبشغل من فوق. كده كده الكرومب عندي استوى. بصي ما شاء الله، الله اكبر، الكرومب طلع دايب دوب. طلعنا البرطمان. بص الفرخة ازاي. هنقلب الكرومب. هو مفروض اني انا من الجهة التانية من الصينية عشان خاطر لما اقلب الكرومب يبان احسن، بس الناحية التانية انا بالنسبة لي دي الحتة بتاعت المطبخ فما فيش. بصي ما شاء الله الكرومب نزل كله مستوي، ما فيش واحدة اتلسعت، وطلع مفلفل. ومش هتقعدي كل شوية تكشفي عليه تشوفي استوى ولا لسه مستواش. وطالع ما شاء الله دايب دوب، وفي نفس الوقت الرز من جوه واحدة واحدة حبة حبة. الله اكبر، التسوية ويل دان، كلها كان مستوي. نيجي بقى يا معلم للفرخة. الناس اللي كانت ممكن تخاف ان هي ما تستويش، لا طلعت ما شاء الله، الله اكبر، مستوية جدا وجوسي. طبعا اكتر حتة بيبقى صعب التسوية في الفرخة هي صدر الفرخة، واحنا هنجرب دلوقتي صدر الفرخة. ما شاء الله، الله اكبر، دايب دوب. والفرخة الفرخة كانت جوسي، ما كانتش ناشفة. بس الصدر ما شاء الله، الله اكبر، ازاي مستوي. حبينا نجربه مع حتة طحينة، بصراحة في قلبك تحفة. كمان حنجربوها في حتة عيش. بعد ما جربناه في حتة عيش جربناه في الطحينة. تقريبا احنا اكلنا الفرخة كلها قدام الكاميرا عشان نوريكم ان ازاي كانت مستوية. بصراحة احساس. وكل اللي كان خايف ان هو يجربها في برطمان او اي قزازة فاضية عندي، لا، بصراحة تستحق التجربة يعني. جميلة وفي نفس الوقت منقذة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش شواية او ستاند تحط عليه الفرخ. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تبخلوش ان انتوا تعملوا لي اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. كنتم مع قناتكم صناعة السعادة الأم كيان. باي باي.